مرحبا بكم من جديد في بديعة وعي. اليوم بغيت نهضر معكم على واحد السر بسيط، ولكن إلا جربتيه حياتك غتبدل من الأساس. كلنا كندوزو من ضغوطات، مشاكل، طاقة سلبية. مرات كنحسو أننا عايشين غير في دوامة ما كتنتهيش، ولكن الحقيقة هي أن التغيير ما كيبداش من برا، التغيير الحقيقي كيبدا من الداخل. أول خطوة، قطع العلاقات السامة. أي علاقة كتعياك، كتنقص منك، كتسمم يومك، خاصك تعرفي بلي ماشي واجب تبقي فيها. السلام الداخلي أهم من إرضاء الناس. تاني خطوة، دخلي الامتنان في حياتك. كل صباح وقبل ما تنعسي شكري الله على 3 حوايج عندك. يمكن تكون الصحة، يمكن تكون العائلة، أو غير كاس دافي ديال أتاي. الامتنان كيمسح الضباب من القلب وكيخليك تشوفي النور. ثالث خطوة، نظفي طاقتك. استعملي الماء والملح أو غير نية صافية مع تنفس عميق. هاد الطقوس البسيطة كتحيد الثقل اللي كيعلق في الجسد والروح. رابع خطوة، سمعي لروحك. خدي وقت مع راسك، جلسي في مكان هادئ، سكتي الهاتف وسولي قلبك شنو باغية فعلا. الجواب كاين، ولكن خصك تصمتي باش تسمعيه. خامس خطوة، تخلصي من الماضي. الحزن، الغضب، ذكريات اللي كتكسر قلبك، كلهم بحال شي حقيبة ثقيلة على كتافك. إلا بغيتي تمشي لقدام خاصك تحطيها وتمشي خفيفة. سامحي، حاولي تنساي وخلي الماضي يمشي في حاله. وأنا كنأكد لك، إلا بديتي غير بخطوة واحدة اليوم حياتك غادي تبدا تبدل تدريجيا. تغيير ماشي سهل، ولكن انت أقوى من أي عائق. وفي الأخير بغيت نقول لك، الحياة الحقيقية كتبدل من الداخل، من نيتك، من أفكارك، ومن القرارات الصغيرة كل نهار. دابا الكرة في ملعبك. ما تنسوش حبيباتي تشتركوا في القناة وتخليوا تعليق بالطاقة اللي حسيتي بها دابا، وخليكم ديما على وعي مع بديعة وعي.